اختلف خالص. يعني من ساعه ما دخلت عندي الم في رقبتي وفي كتافي وفي ركبي، مش قادره امشي يعني كده. من ساعه ما عملت حاسه جسمي خفيف كده واتغير خالص. يعني مش قادره اجيب الاكشن يمين ولا شمال، ورجلي مش قادره اقف وشايله حمل كتير عليا. دلوقتي حاسه ان انا فراشة. انا ما كنتش بقدر ارفع رجلي خالص، مش رجلي وركبي بتورم، ودراعي ده ما كنتش بقدر افرده. يعني كل عظم كان مفشفش، عندي التهابات شديده فيه. فبفضل الله بفضل الله وثم حضرتك لما عملتي لي الحجامه دلوقتي وسم النحل، لا بفضل الله قادره تقومي وتقعدي الحمد لله كويس. طبعا العسل في التركيبه بتاخده كل يوم الصبح اكيد. تمام. فرق معاك؟ اكيد بصراحه فرق معاك. فارق حتى في الغذاء بصراحه، لا افضل واحسن من اول بصراحه. ما شاء الله. الحمد لله. انا في الطبيعي اساسا قبل ما يحصل لي الحادثه ديت في ضهري ما كنتش بوطي كده في الطبيعي. دلوقتي انا مش مصدق نفسي بعمل كده. ما شاء الله. انت مش مصدق انها من اول، انا قلت لك من اول ما جينا ابتدينا الجلسه قلت لك بمجرد ما اشيل الكاسات هتحس بفرق. يعني زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام الحجامه بتخف كل حاجه في الجسم. انا راجل عندي السكر وعندي ضغط، وكان هيجي لي دلوقتي كان عندك اعراض ذبحه صدريه. اعراض ذبحه صدريه، والحمد لله انا قايمه اهو فوق زي الحصان. الحمد لله. بسم الله. احسن؟ ايه في فرق عما دخلتي صح؟ اكيد حبيبي. ان شاء الله خير يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. يلا حصريها بقى بالعكاز يا صاحبي. الظهر ومعايا الرقبه والكتفين والظهر. والظهر والجناب. دلوقتي بعد الجلسه حاسس باي وجع؟ لا الحمد لله كله تمام؟ تمام الحمد لله وشكرا. ما شاء الله ربنا ينعم عليك بالصحه والعافيه. كتير، ودي تاني مرة أعملها، مش قبل كده يعني. تاني مرة تتعمل ومعمولة بإتقان ومعمولة بشغل ممتاز جدا جدا جدا. في ألم شديد قبل ما ركب الكاسات صح؟ وأول ما ركبناها. ألم جامد جدا، مش طايقاه. فقرات الظهر من الرقبة والظهر كله. الرقبة فوق لغاية تحت. تمام، لحد واخد كمان عرق النسا، واخد الرجل. الرجل كمان كان واخد رجل الشمال كمان. تمام. وفي الأول كنت حاسة بألم جامد جدا أول ما ركبنا الكاسات. بمجرد ما شلنا الكاسات خلاص. في أي ألم؟ لا. في أي وجع؟ لا. حاسة بأي ألم زي ما كنت داخلة حتى؟ لا. ده بس بيأكد عشان احنا بنقول للناس يا جماعة جلسة الحجامة قبل الجلسة غير بعد الجلسة.